واحنا صغيرين كبنات بالذات، الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده يخص البنات بشكل كبير جدا. تدخلي المدرسة فتيجي واحدة طنط كده نسميها طنط عفة، طنط عفة تيجي تقول لمامتك مبروك ان شاء الله عقبال ما نشوفها في بيت العدل. تدخلي المدرسة بعدين تدخلي ثانوية عامة تجيبي مجموع كبير، فيجي يباركولك مبروك يا حبيبتي على المجموع عقبال ما نشوفك في بيت العدل. تدخلي الجامعة، تدخلي مثلا جامعة من جامعات القمة أو جامعة كبيرة، تدخل طنط عدلات برضو أو طنط عفة تقولك مبروك يا حبيبتي بس عقبال ما نشوفك في بيت العدل، عقبال ما نفرح بيكي، تخرجي وتجيبي مجموع كبير وتشتغلي الشغلانة اللي انت عايزاها. فتيجي طنط عفة برضو هي نفس الطنط تقولك عقبال يا حبيبتي ما نشوفك عروسة، عقبال ما نفرح بيكي. تفضلي طول حياتك كده بتعملي انجازات، ولكن برضو الانجاز الوحيد اللي طنط عدلات وطنط عفت وطنطات الكتيره اللي بيجوا عندكم في البيت، الانجاز الوحيد اللي هم بيعترفوا بيه ان انت تبقي في بيت العدل، ان هم يفرحوا بيكي. انا ممكن يا طنط افرح كل الناس بس انا هاجي عندك انت ومش هفرحك. انا فرحانه بحياتي، عايزه يا طنط ان احنا نفرح، انا ممكن اخدك ونفرح مع بعض. الفرحه اللي في حياتي ممكن ما تكونش في جوازي، الفرحه اللي في حياتي ممكن تكون في شغل انا بحبه، في جامعه دخلتها بمزاجي، حتى لو قاعده في البيت بتشمس، دي ممكن تكون الفرحه. ونصيحه لكل البنات لما تيجي طنط عفت وطنط عدلت تقول لك امتى هنشرب شرباتك يا حبيبتي، قول لها عقبال ما نشرب قهوتك يا طنط. بما ان احنا فرحانين، انا مع نفسي فرحانه كل يوم، فمش محتاجه يوم معين هدفع فيه 100,000 جنيه عشان افرح الناس كلها الا انا، واجيب بوفيه واجيب معازيم. انا بفرح كل يوم. وبرده ساندرا وليلى وسحر وكل الزملاء بتوعنا في بيروت برده بيفرحوا كل يوم، ومش محتاجين يوم يلبسوا فيه فستان فلوس كتيره جدا ويعملوا يوم ب 100,000 جنيه 200,000 جنيه عشان يفرحوا ناس كتيره جدا هتيجي تنم عليكم في الفرح. فصباح الفل عليكم، افرحوا بكل يوم، مش لازم خالص تستنوا العريس او العروسه او بيت العدل عشان نفرح.